السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم يا جماعة في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنتكلم عن حاجة بقت منتشرة جدا جدا آخر فترة دي، وبقيت أشوف منها محلات كتير جدا، وبقيت أشوف منها إعلانات أكتر وأكتر، وهو موضوع أفلام الحماية بتاعة العربيات، اللي هي السكرينة اللي بتتلزق على العربية دي علشان تمنع الخرابيش بقى، وإن الدهن يجلخ، وإن العربية مع الوقت الرش بتاعها يبتدي يقع، والكلام الجميل ده. الموضوع فعلا كان محتاج دراسة، يعني كنت محتاج اتعمق في افلام الحماية دي، والحمد لله قدرت اوصل كده لحبة معلومات بسيطة. وفي الفيديو ده هقدر اقول لك اذا كانت الموضوع ده نصب وخلاص، وهي اصلا ما بتعملش اي حاجة، ولا فعلا يستحق، لان هو فعلا غالي، يعني هو غالي مش رخيص، يستحق الفلوس اللي هتدفع فيه ده علشان تحمي العربية بتاعتك. طيب، افلام الحمايه دي في منها نوعين، في حاجه اسمها البينت بروتكشن فيلم اللي هو البي بي اف، وعندي نوع تاني اسمه السيراميك كوتنج. ده ليه حاجات، يعني ده ليه الخصائص بتاعته وده ليه الخصائص بتاعته، بس الماده المستخدمه في صنع البي بي اف ده والسيراميك كوتنج ده هي واحده، هي نفس الماده. طيب الماده دي ايه هي بقى؟ هي ماده الثيرموبلاستيك البوليوريثين، ودي عباره عن طبقه بتتحط على الدهان بتاع العربيه، وبالفعل الطبقة دي بتمنع ان الدهان بتاع العربية يحصل له خدوش. طبعا خدوش بسيطة، محدش يجيب مطوة ويروح يجرح لي في العربية ويقول لي ايه ده، دي بتتخربش. طبيعي بتاع الطبقة اللي هي الثيرموبلاستيك بوليوريثين دي هتتقطع اصلا والعربية تتخربش، فهي بتحمي العربية من الخدوش البسيطة. لو في مثلا زلط، لو في عربية قدامك محملة رملة، ان الدهان بتاع العربية ما يقعش، ان مثلا العربيه بقى بتبيل حمام والقرف ده ما يجيش على العربيه، هي بتمنع كل الكلام ده. طيب خلينا اشبه لك الموضوع ده بالظبط بسكرينه الموبايل. سكرينه الموبايل، انت لو الموبايل وقع وقعه جامده السكرينه هتتكسر، ومفيش سكرينه ما بتتكسرش، كل السكرينات بتتكسر. انما لو الموبايل مثلا جبته بقلم او حاجه وعملت كده على الشاشه، السكرينه هي اللي هتتخدش وهتتضر. الشاشه بتاعت الموبايل ذات نفسها مش هتتضر، وحتى لو الموبايل وقع السكرينه هي اللي بتمتص الصدمه. نفس الفكره بالظبط في موضوع الافلام الحمايه ده، بس الفرق هنا ان افلام الحمايه مش بتمنع او بتمتص لو العربيه اتخبطت، لا خالص. هو فيلم الحمايه هنا، او الطبقه اللي هي البي بي اف او السيراميك كوتنج دي، كل اللي هي بتعمله ان هي بتمنع الخدوش، وبتمنع ان لو في عربيه قدامك محمله رمل، ورمل مثلا وقع عند العربيه او حاجه، ان الدهان بتاع العربيه مش هو اللي يتاثر. لو في مثلا الحمام بقى والبيبي بتاع العصافير والقرف ده، كل ده ما يضرش الدهان بتاع العربيه، كل ده اللي بيمتصه هي طبقه الحمايه دي. طيب في ميزه حلوه بقى وفيتشرز حلوه قوي في افلام الحمايه دي. افلام الحمايه دي في انواع منها مصنوعه من ماده اسمها الالاستوميريك بوليمرز. الالاستوميريك بوليمرز دي لما بتعرضها لدرجه حراره او بتعرضها لميه مغليه، و... وتكون مثلا طبقه الحمايه او السكرين اللي على العربيه دي في جزء منها اتخدش، الجزء اللي اتخدش ده لو عرضته لدرجه حراره بيرجع تاني زي ما كان. يعني ما يعني بيشفي نفسه بنفسه. وده نتيجة الالاستوميريك بوليمرز. المادة دي لما بتتعرض لدرجة حرارة الجزيئات والبوليمرات بتاعتها بترجع تاني، تتحد تاني، بترجع تمسك في بعض تاني. طيب انا قلت لك في الاول ان احنا عندنا نوعين من طبقات الحمايه، البي بي اف اللي هو البينت بروتكشن فيلم، وعندنا السيراميك كوتنج. انهي احسن، او اركب انهي، اركب البي بي اف ده ولا اركب السيراميك كوتنج؟ هقول لك من الاخر، لو عايز لمعان وشكل ومنظر ركب السيراميك كوتنج، انما لو عايز فعلا حاجه تحمي العربيه وحاجه تبقى عمليه معاك، ركب البي بي اف. البي بي اف ما فيهوش اللمعه اللي موجوده في السيراميك كوتنج، بس عملي اكتر وبيحمي العربيه اكتر. انما السيراميك كوتنج منظر جبار ولمعه كده في العربيه، بيديها لمعه حلوه قوي، بس ضعيف وما بيحميش العربيه بشكل كويس. طيب من الاخر، هل افلام الحمايه نصبايا؟ لا، افلام الحمايه هي فعلا حاجه بتحمي العربيه، وحاجه بتزود بعد كده لو انت هتبيع العربيه بتاعتك. اول حاجه بتقلل من سعر العربيه هو الدهان، الرش والدهان. لو العربيه بقى مجلخه، لو الدهان واقع، لو العربيه شكلها مش حلو، افلام الحمايه هي دي الحاجه الوحيده اللي تقدر تحمي لك الدهان بتاع العربيه، ويمنعك عن فكره ان انت بعد فتره تروح ترش العربيه نظافه. الافلام الحمايه تمنع لك القصه دي خالص، تحمي لك الدهان ان هو ما يقعش، تحمي لك العربيه ان هي تتخدش،
تحمي لك العربيه من الرطوبه ومن العوامل الجويه اللي بتحصل، فبالتالي الدهان او العربيه ما يحصلش عليها صدى او ما يحصلش عليها تجليخ. فلو قدامك ومعاك الامكانيه انك تروح تركب افلام الحمايه دي، ايوه طبعا روح ركبها عشان انت اللي هتستفاد. بس كده، دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبك وتكون استفدت. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك على الفيديو. شكرا.